مشتريات من تونتون، استنى اجيلكم. وكمان من جلوسون، وفي جوه كمان شويه حاجات، يعني مش بس جلوسون، في شويه حاجات كده ملقطاهم كده من ام الدنيا. قلت بقى ايه، نفتح بقى كده ونزيط ونهيص. تمام. فطبعا قبل ما نبتدي بالفيديو استاذنكم بس كده، استاذنكم كده تظبطوني بلايك، تشتركوا كمان في القناه. يلا يا ستي، يلا معلش تعالي على نفسك واشتركوا في القناه يا ست الكل، ده هنا فين بهارات يعني. وتسيبوا لي كومنتاتكم الحلوه، ولو حابين يعني ايه نشتري بقى اي حاجه من اي حته عادي قولوا. خلاص بقى، انا حبيت الموضوع قوي، انا حبيت الموضوع قوي. يلا بينا نبدا. بصوا، اول حاجه ده مش تونتون، ده اللي هو المحل اسمه رموش، لان الحاجات اللي انا كنت عايزاها ما لقيناهاش في تونتون فجبناها من رموش. ده اول حاجه اللي هو الكحل بتاع ام ان اللي هو الاسود، بس ده اللي بيتلف خلاص مش اللي بيتبري. ده كده شكله كده اهو، تفضل تطلع كده. انا بقى في الحاجات دي فضولي بيقتلني، ببقى عايزه اعرف الكميه قد ايه. هو دي كميته ماشي. اعتقد ان دي كميه قليله، اعتقد. الكحل ده غالبا كان ب45، هشوف لكم الاسعار حالا، ب47.5. تمام. في بقى برونزر لو طلع حلو هبهركم، هدغدغ بيه الدنيا. ده من ساندرا، بس ده بلاشر، بس الدرجه نفسها ما بتتفتحش. بتفتحوها منين؟ اهو بصوا الدرجه نفسها برونزر قوي في نفسها. هي المفروض ان دي بلاشر يعني. بصوا ده شكل العلبه عشان لو لقيتوه فان شاء الله يطلع برونزر حلو. يعني لو حلو، لان ده سعره 35 جنيه، فده لو طلع حلو هيبقى. جبت كومباكت باودر من لاشير، ده كده شكلها. انا كنت جايبه لوس باودر من لاشير، فقلت بقى اكمل مجموعه لاشير بقى عشان خاطر ايه، نعمل لكم فيديو محترم عن الحاجات الاقتصاديه. ده كده شكل الكومباكت باودر، بس هي المشكله ان الالوان بتاعتها فاتحه، يعني هما تقريبا مفيش غير درجه واحده او ايه، انا ما فهمتش. بس لما اختي راحت الموضوع يعني وشفت الصور كلها فاتحه. بصوا دي رقمها 1. بصوا 2، يعني مش هتخلص. والجزء التالت بيكون فيه هنا كده مرايه. والسبونشه الكومباكت باودر دي كان سعرها 60 جنيه من محل اللي هو رموش في طلبيه فيصل. خلاص عشان لو حد في فيصل حابب يروح. جبت بقى من تونتون بقى نفسه. بصوا يا رجاله، في لما وريتكم الفيديو اللي هو بتاع تونتون مشتريات تونتون كان قبل كده، كان في براند اسمها روبي روز، ولما بصيت على البلد بتاعتها لقيتها مصر. قعدت انكش بقى واقلب في تونتون تاني، فلقيت في منها حاجات، في البلاشر في منه اشكال وكده. لقيت منها كومباكت باودر، لقيت منها هايلايتر، فجبت الهايلايتر ده، بس ما كانش عنده غير الدرجه دي او العلبه دي، وكانت مكسوره اصلا. خلاص بصوا هي كانت مكسوره من هنا، واعتقد الدرجه نفسها هتبقى كهايلايتر غامقه عليا. تمام. هي عشان دي كانت مكسوره، فهي كان سعرها غالبا 35، فادوها لاختي ب25 عشان كان فيها الكسر ده. تمام. في بقى منها الكومباكت باودر برضو، انا معرفش بقى عرفت اختار الدرجات من على الصور ولا لا، بس ان شاء الله استنى اطلع لكم فاتوره تونتون ان شاء الله تطلع مظبوطه يعني. شوف الباودر دي سعرها برضو 35، مش عارفه افتحها. بصوا الباودر من نفس البراند بتاع روبي روز، دي برضو براند مصريه، دي سعرها زي ما بقول لكم 35. ده شكل الباودر كده. الباودر على فكره شكلها هيطلع انبهار، لان الباودر ناعمه قوي، ودور واحد مش دورين. في هنا مرايه والبف مالناش دعوه بيها، بس ده كده شكل الباودر. جبت اي شادو من براند اسمها يا ام اتش يا ام تي، لا ام ار، اوكي، لان هو مكتوب هنا ميني روز، فاعتقد هم واخدين اول حرف من كل بتاع. البلاشر ده سعره 65. فانا زي ما بقول لكم عايزين نخرج بقى بره موضوع مايت سينما وساندرا والناس ديت، وعايزين نجرب حاجات جديده. ده كده شكل الدرجات بتاعه البلاشر، اتعشم انها تكون حلوه، وزي ما بقول لكم برده سعرها 65 جنيه. في برده براند اسمها ساماندا، والله اوكي، عند تونتون، بس اعتقد ان دي صيني يعني، اعتقد هو مش مكتوب اي حاجه عليها، بس اعتقد انها صيني. بصوا ده شكلها دي ب20 جنيه، نص هايلايتر ونص بلاشر. استنى بس اما افتحها اهي، نص هايلايتر ونص بلاشر. فنسال الله التسهيل والحاجه تطلع حلوه. لقيت كمان عند تونتون اللي هو الايلاينر بتاع روبي روز،
سعره 67 ونص. انا سمعت برضو ان الايلاينر بتاع روبي روز سواده حلو ومات، فنسال الله التسهيل ان هو يطلع حلو. بصوا ده كده شكله، هو لسه مبرشم زي ما هو، بس مش خساره فيكم ان انا افتحه. هو الكفر بتاعه برضو اصلا مات. تمام. وده شكل الايلاينر، ما بيلقش لا. وجبت فيه لزق كده اسمه الصاروخ، بيشكروا فيه، دي كانت ب5 جنيه. معرفش بقى ده اصلي مش اصلي، والله ما اعرف حاجه عنه، لسه اصلا ما جربتوش عشان الضوافر وكده، بس انا يعني جبته بس فضول ان انا ممكن اجربه. بس انا في العادي بلزق الضوافر بالدبل فيس، لان انا بشيلها في ساعتها، يعني بلزقها بس كده عشان خاطر التصوير وبتتشال في ساعتها، بس ده هنجربه كفضول يعني، او ان انا لو حد سالني اعرف ارد عليه واقول له حلو ولا لا. جبت بعد كده من كليو الصن بلوك ده. شفت برضو رورو والبنات كانت بتشكر في الصن بلوك ده بالذات، فقلت اجيبه. كان في وقتها عليه تخفيض، تقريبا سعره 125 جنيه، كان اغلب الحاجات الموجوده كانت ب 125، فهنجربه لسه. لما نزلت لكم فيديو المشتريات اللي هو بتاع تونتون والحاجات ايفا وكده، بنات كتير قالوا لي اطلب من على السايت بتاع ايفا نفسه سعره ارخص، دي حقيقه ما جبتوش. لو مثلا الحاجه على ايفا ب60 ممكن تلاقوها بره ب80 و90 على نون وعلى جوميا وعلى امازون وكده، بس هي الفكره ان هو بيتاخر قوي قوي. يعني احنا مثلا عملنا الاوردر، انا عملته من هنا عادي الاوردر، عايزه اقول لكم ان هو دخل في 10 ايام على ما وصل البيت. فانت لو مستعجله على حاجه لا ادفعي زياده وهاتيها من نون احسن. جبت الغسول ده، ما كانش كمان في حاجات كتير موجوده، عشان بس ايه نبقى متفقين، كان الحاجات اللي هي البيست سيلر اصلا متباعه ما كانتش موجوده، فبتلاقوها بقى اغلى على نون والاماكن دي. جبت الغسول ده بتاع البشره الدهنيه، وان شاء الله نجربه مع بعض بقى. بصوا من البراند اللي هي بتاعت الي، البراند دي خطيره. بصوا الاكلادور ده منها على فكره، هي دي ضوافر مش ضوافري، بس انا حاطه الاكلادور ده، بس انا الازازه بتاعته بره، فانا لو خرجت بره هتخطف انا بقول لكم اهو. جبت منه 7 ازايز، الواحده منهم كانت الهولوجرافيك ده ب50 والالوان العاديه ب45. يعني انا جبت التوب كوت ده، تمام، جبت الدرجه الاحمر دي، كل دول ب45 لان دي درجات عاديه، والابيض دي ده كان موجود في مول العرب، ليهم كده زي بارتيشن كده بشتري منهم، وموجود كمان في الصيدليات، بس الصيدليات والاماكن اللي هي بتاعه الميك اب وكده ما بتلاقوش قوي الدرجات اللي هي اللي فيها هولوجرافيك دي. ودي درجه سودا كده برضو من الي، كل دول الساده خالص العاديين ب45. هوريكم بقى الهولوجرافيك اللي هم ب50 جنيه، يعني فرق 5 جنيه. وادوها لاختي كده في علبه قلاجه كده، كل 4 مع واحده، لما انا بروح اشتري بيدوني من غير علب. ودي كده العلبه التانية، بس في اللي هي الدرجه اللي انا حطاها دي زي ما بقول لكم في خطف بره، في غاره بره اوكي. جبت الدرجه دي بقى، بصوا حلوه ازاي، تمام. دي رقمها H4 اوكي. الهولوجرافيك دول ب50، قلتها كتير او 50. والدرجه دي برضو دي H2. جبت كمان عدسات من بيج اسمها ندى ستور اوكي، هتاكد برضو من الاسم، يا رب تكون حاطه كارت او حاجه، لان انا برضو طلبتهم من على النت، بس ان شاء الله يطلع اسمها صح ان شاء الله. جبت 3 عدسات، وهي بتبعت معاهم كمان العلب دي، ودي حاجه محترمه جدا، مش اي حد بيعملها على فكره. جبت اول حاجه دي الدرجه من فريش ليدي، اسمها ايه، اي حاجه كده شتيمه، تحسوا انها شتيمه عيب، ما والله ما بهزر، وجرين جراي خلاص. فانا مش ان شاء الله بقى اكتب لكم اسمها على الشاشه. ده كده شكلها. العدسه من دول كانت هي عامله عرض، ان شاء الله هتاكد بس من اسم الصفحه واكتب لكم اسمها برضو. الاثنين ب200 جنيه. في وقتها انا طلبت 3 واختي طلبت واحده فخدتها طبعا. دي الدرجه الثانيه برضو شتيمه، نفس الشتيمه الاولانيه بس دي جرين بس، الثانيه دي كانت شتيمه جرين جراي ودي جرين بس خلاص اهي تمام. واخر درجه مش عارفه هو في ايه، ما يعلوا اللون برضو، في كلمه كده بس مش شتيمه، انا مش عارفه ايه هي، بس فيها براون خلاص تمام. كل الاسماء اكتبها لكم على الشاشه، والله الواحد مش شايف يعني. في بقى حاجات لسه نازله عند ندى سالم، اول ما عرفت ان في حد جاي رحت شفتها، اللي هي البراند بتاع جلوسان اللي بتعمل هايلايتر وجلوسات وحاجات كده. بصوا كانت منزله واكس حواجب حجمين، حجم كبير وحجم صغير، فانا طبعا قلت خليني اجرب الصغير. وبيبقى جاي في علبه كده واكس الحواجب. ايه ده، كان بيبقى معاه فرشه، انا اتقلبت
انا والله اختي وريتوني بفرشه. بصوا هو كان جاي معاه فرشه، بس يعني هو غالبا حاجه بصوا متدغدغه بس من الشحن وكده. بصوا ده كده واكس الحواجب، بيبقى جاي معاه فرشه حواجب سودا. ماشي ماشي. وده كده هنا مكتوبه حرف الان والاس. في حاجه وقعت. اوكي ده الغطا، يعني الناس البروفيشنال بقى. بصوا في غطا كده. وده كده شكل الواكس من جوه. هو يبان لكم ان هو شفاف بس لا، هنا في واكس من جوه. ده اللي هو حجمه 10 جرام. بصوا والله ما اعرفش الاسعار بالظبط، لان انا ده بتخليكي تحولي الاول ديبوزيت اقل حاجه 100 جنيه وبعد كده بتشحن لك. فانا في وقتها ما سالتش على الاسعار، بس التوتال بتاع الحاجات دي كلها اللي هوريها لكم، يعني الجل بتاع الحواجب واللوس هايلايتر وجلوس تقريبا كان كلهم ب 400 مثلا، 400 وحاجه، والله ما فاكره بالظبط. وندى كمان عامله زي ما بقول لكم اللوس هايلايتر، وعملت جلوسات، واشكال الجلوسات عندها تجنن. اللي بقى اللي هو الجلوس اللي ما فيهوش السباركل ديت، وجلوسات يا خراشي ايشي وشفتشي ابو ورده مش مشي تمام. فاشكال وحاجات حلوه قوي. بس انا برضو والله لسه بفتحه معاكم. دي الدرجه بتاعت دي هتليق على اللي انا حاطه قوي، والنبي اجربها. بصوا كده استنوا شكلي يخرب الدنيا. الجلوس بتاعها ماسك نفسه، مش ان هو حاجه مدهننه بتحطوها وخلاص، لا ماسك نفسه. بصوا خطير خطير. في بعد كده اللي هو اللوس هايلايتر، ده اللي هو شبه بتاع فينتي بيوتي اللي هو الفوشياكا ده تمام. ده كده شكله ده الدرجه بتاعته اسمها بينك، فهنجربه. ربنا يستر على العلطه على العلطه. برضو في غطا كده هنا محترم برضو. الناس دي بروفيشنال خالص. بس هي الفكره هحط ده بقى ايه اهو. بصوا اعمل ايه؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ تمام. هننفض كده. اوه بصوا فرق الهايلايتر ده على الهايلايتر ده. بصوا هو مش باين ان هو بينك قوي، بس مدي هنت بينك كده خفيف خطير. وده بقى هيقعد معاكي عمر كده، عمر كله كده. تحطي ليكي وللجيران وتنادي على الجاره اللي فوق والجاره اللي تحت. خلينا بس نهدي شويه كده بفرشه البلاشر تمام. وبس كده يا حبايب قلبي، ده كان فيديو المشتريات. ان شاء الله ان شاء الله هنجرب بقى كل المنتجات دي مع بعض. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تظبطوا لي بلايك، تشتركوا كمان في القناه اللي لسه ما اشتركتوش. اشوفكم فيديو جديد. باي.